بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اهلا وسهلا بكم، وحشتونا. والنهارده ان شاء الله اللقاء بتاعنا لقاء تقيل شويه، ممكن يحتاج من بعض الناس ان هم يكتبوا ورانا بورقه وقلم وكده. فلو حضرتك حابب تستفيد اكتر، حضر معايا ورقه وقلم واكتب الكلام، لان النهارده هيكون في معلومات شويه كتير، او ممكن تقول زي ما لا، محتاجين ان احنا نكتب. انا كنت عامل فيديو قبل كده عن كام شهريا ممكن مدرس القرآن ومدرس اللغة العربية ومدرس الاسلاميات اللي بيدرس الاجانب ممكن يكون دخله كام في الشهر، او ممكن يدخل ايه الدخل الدولاري اللي ممكن يحققه شهريا. وبالمناسبة هو لقاء مهم جدا، انا انصحك انك انت لو ما شفتوش تشوفه. هحاول اسيب لك ان شاء الله اللينك بتاعه. وكنت ضارب مثال على التدريس من منصة ايتاكي، منصة عالمية لتعليم اللغات. وطبعا ضربت المثال ده لان ليا خبرة في ايتاكي واشتغلت فيها قبل كده وهكذا. بعض الناس فهم الكلام ده غلط، فراح ناس كتير راحت على منصة ايتاكي، او ناس كتير سألت ايه اشمعنى المنصة، او ايه اسم المنصة دي، وازاي نروح لها وهكذا. وطبعا المنصة يا اخوانا مفيش فيها حاليا فرصة عمل متاحة لمعلمي اللغة العربية، لان ايتاكي نظامها زي نظام توظيف. ممكن في اي وقت تعدت ليهم فتحوا قالوا لا، ده احنا عندنا فراغ في معلمي اللغة العربية، عايزين حد يدرس لغة عربية وهكذا. ولكن ده مش ضروري، ممكن اغلب الاوقات اللي هتعدي هتلاقي ان المكان مغلق ومفيش مكان لمعلمي اللغة العربية. فطبعا السؤال، اكتر سؤال لو انت رجعت كل الفيديوهات اللي احنا عاملينها في السلسلة، اكتر سؤال بيتسأل هو ازاي الاقي طلاب ليا بتاعوتي بدل ما اشتغل في شركة. واحنا عارفين طبعا الشركات بلا شك بتاخد اغلب الفلوس اللي الطالب بيدفعها، وانت بتاخد جزء منها. فلو هيكون عندك الطالب بتاعك اللي انت بتعلمه منك ليه مباشرة، هيكون طبعا بلا شك الدخل اكتر ان شاء الله. النهاردة انا جامع لك اكتر من طريقة تعرف تجيب بيها طلاب خاصين بيك. وصدقني يا غالي، لو انت مشيت ورا الكلام اللي انا هقوله لك ده، فغالبا ان شاء الله هيكون عندك القدرة، او بعد فترة ما، طبعا الرزق ده بايد ربنا سبحانه وتعالى، هيكون عندك طلابك وهتكون قادر تملأ الجدول بتاعك وتحقق دخل دولاري كويس. فركز معايا. وبالمناسبة دي لو طبعا حد وصل لغاية هنا، احنا عاملين كورس، هو كورس مدفوع للناس اللي عايزة تحسن اللغة بتاعتها وتشتغل مدرسين. هو الكورس موجه الانجليزي الخاص بالناس اللي عايزة تشتغل مدرسين اونلاين. هسيب لك ان شاء الله اللينكات والحاجات اللي تقدر تاخد بيها الكورس تحت. بس لازم تعرف الموضوع ده، ان اللغة الانجليزية يا اخوانا اداة قوية جدا 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 علشان توصل لمدرسين. في اولياء امور كانوا بيقولوا احنا ما بنعرفش نتواصل او نفهم من المدرسة بتاعت البنت، بنكلمها ما بتعرفش تفهمنا ولا بنعرف نفهمها. فبالتالي لو انا عندي مدرس قرآن الانجليزي بتاعه كويس، بلا شك هختاره هو الاول. انا قسمت الكلام او الطرق اللي ممكن توصل بيها للطلاب. معلش بقى الدبان، سامحونا على القصة دي، هترازينا، شكلها هتفضل ترازينا كده لغايه اخر الدرس. المهم قسمتها لايه، اللي تقدر تقول سكاشن. هبدا من الاخر واروح للاول، اللي هو ممكن اقول ان انا بوصي بيه اكتر. وهتلاقي ان انا في كل سكشن، او في كل في كل سكشن او في كل قسم برشح لك اكتر من ترشيح. وفي اخر الفيديو ان شاء الله هقول لك تختار ايه، انه طريقه اللي تختارها، وانه طريقه اللي ممكن تكون مناسبه ليك وهكذا. فاول طريقه او اول سكشن هنقول ان في اكتر من وسيله. الوسيله الاولى في اول سكشن ممكن تقول عليه اول سكشن، سكشن البحث وسكشن التجريب. فاول سكشن انك انت، رقم واحد، انك انت تشتغل مجانا مع اجانب لفتره ما. العمل مجانا مع الاجانب ممكن تقدر تقسمه الى قسمين. القسم الاول انك انت بتشتغل مع الاجانب علشان تنمي مهاراتك في تعليم القرآن واللغة العربية، وتعرف تتكلم انجليزي كويس مع الوقت وهكذا. بالنسبة للقسم ده، فطبعا افضل حاجة ممكن اوصيك بيها انك تدور على الشركات بتاعة الدعوة للاسلام. في شركات، او في مش شركات بقى، مؤسسات ما بيكونش هدفها ربح ولا حاجة، بتكون اي واحد دخل الاسلام جديد، او في حد عايز يسأل عن الاسلام او كده، فبيشغلوا ناس معاهم. اي حد عنده قدرة انه يتكلم عن الدين وبيعرف يتكلم انجليزي، وبيدوا له حد يتابع معاه، حد لسه داخل الاسلام جديد فبتتابع معاه وبتعلمه وهكذا. دي بتكون مجانيه وبيكون ثوابها عند ربنا كتير قبل اي حاجه. وفي نفس الوقت ممكن مع الوقت تحسن لك لغتك الانجليزيه، تعرفك حاجات كتير عن تدريس الاسلاميات وهكذا. ولكن صعب من خلالها انك انت تجيب طلاب. فالطريقه التانية بقى، التعليم المجاني اللي ممكن يوصلني لطالب
انك تدخل على مواقع تبادل اللغات، المواقع اللي ممكن تقابل فيها ناس نيرف بيتكلموا انجليزي وعايزين حد يعلمهم عربي. طبعا في مواقع كتير، انا بس هقول لك على 2. وطبعا لو حضرتك قادر تزود وتدور على جوجل وعلى وسائل، يعني تدور على قد ما تقدر، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك وتلاقي حاجات تانية. ارشح لك هاي نيتيف موقع اسمه كده، وابلكيشن ممكن تنزله على الموبايل. وفي الابلكيشن ده انا عن نفسي لقيت ناس قبل كده درست لهم مجانا. طبعا لو انت عندك اي سؤال في الانجليزي ممكن تساله لهم وتلاقي ناس نيرف بترد عليك. وممكن تعدي على القسم بتاع الاجانب اللي بيتكلموا انجليزي وعايزين يتعلموا عربي او يتعلموا قران او خلاف كده. دول بقى هم اللي ممكن يرشحوا لك بعد كده لو درست لهم ولقوك انك انت كويس وبداوا يفهموا منك ويستفيدوا منك. طبعا انت هتدرس له عربي او قران مقابل ان هو يدرس لك انجليزي، او حتى هتدرس له مجانا تماما. لو هو ارتاح معاك ولقاك مدرس كويس صدقني هيرشح لك طلاب كتير، وده حصل معايا. ولكن مش عن طريق هاي نيتيف انا فعلا جبت منه ناس درست لهم وكده، ولكن عن طريق موقع ايتاكي نفسه. انت حتى لو مش مدرس في ايتاكي ممكن تراسل، ممكن مثلا تجيب الناس اللي بيتكلموا انجليزي ومهتمين باللغه العربيه، يعني في البحث بيتيح لك انك تدور على حاجه زي كده وتتواصل معاه، تقول له والله انا راجل مدرس عربي ومدرس قرآن وعندي قدرة ان انا اعلمك عربي مقابل انك انت تعلمني انجليزي. بعد فترة هيرشح لك ناس كتير. وانا يمكن انتوا عارفين واحد من اكتر اصدقائي اللي هو مستر ثاقب، والراجل ده يعني من بريطانيا، والى الان صداقتنا مستمرة بدأت من كده، ورشح لي عدد طلاب كتير. فدي طريقة كويسة حتى لو هي اخذت وقت. طيب الطريقة الثالثة في السكشن رقم 1، انك انت تدور في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا كل حاجة دلوقتي في الفيسبوك، في يعني جروبات كتير وهكذا. حاول تدور على جروب المدرسين اللي بيعلموا الأجانب، أو في جروبات خاصة بمدرسين القرآن ومدرسين اللغة العربية للأجانب وهكذا. اشترك. وأنا في ناس أعرفها، وواحد صاحبي حتى شافني وأنا في درس من الدروس بوصي بالطريقة دي وقال لي أنت قصدك عليا أنا وهكذا. وطبعا وإن شاء الله في يوم من الأيام هجيب بعض أصدقائي وبعض حبايبي وبعض الناس اللي أنا أعرفهم اللي نجحوا بطرق معينة يوصلوا للطلاب، وهنعمل فيديو كامل كل واحد منا يحكي لنا عن تجربته ازاي قدر يلاقي طلاب. على اي حال حبيبنا دون، او طبعا الطريقه عموما انك انت هتدخل على جروبات زي ما قلنا، هتدور بقى على جروبات تعليم اللغه العربيه للاجانب، تعليم القران للاجانب، Arabic tutor اللي هو يعني مدرس خصوصي عربي، Arabic teachers وهكذا. او حتى على مثلا تكتب ايه، الجاليه الاسلاميه في بريطانيا، الجاليه المسلمه في امريكا وهكذا. وتحاول بقى تعرض لو ينفع انك انت تكتب تقول والله انا مدرس قرآن، معلش على الدوشه لو انتوا سامعين دوشه عشان انا بسجل الصبح وكده، انا والله مدرس قرآن وعندي استعداد ان انا ادرس لو حد عنده ابنه او كده. وتبدا تعرض اسعار منافسه، ومع الوقت هيجي لك طلاب، وفعلا في ناس بيجي لهم طلاب بالطريقه دي. يبقى ده السكشن الاول كاملا، انك انت تشتغل مجانا فتره، او انك انت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المتاحه تعرض خدماتك وتدور على الاماكن اللي الناس من خلالها بتحاول تدور على مدرسين قرآن. تعال نعدي على السكشن رقم 2. السكشن رقم 2 هو مواقع اللي هو الفريلانسنج، المواقع بتاعه العمل الحر. انك انت بتدخل زي ما في واحد مثلا بيدخل على موقع زي مثلا، هنقول انا المواقع اللي هقول لك المواقع اللي برشحها دلوقتي هم موقعين مش كتير، وممكن اي موقع من مواقع الفريلانسنج ممكن تعرض خدماتك عليه. المواقع دي بتعدي لو واحد مثلا انا بعرف مثلا اعلم ايا كان، او بعرف اعمل مثلا فوتوشوب، فبدخل وبعرض اعمالي وبقول ان والله عندي قدره وهكذا، واي حد عايز فوتوشوب او عايز شغل فوتوشوب ممكن يتواصل معايا وهكذا. فانت هتعدي كمدرس، هتعرض خدماتك كمدرس. الموقع الاول اللي برشحه لك موقع ابورك، والموقع ده انا كنت فعلا قبل كده بدات ان انا اعلم، يعني كنت بدات اعمل لنفسي حساب على موقع ابورك علشان اعرض خدماتي كمدرس. بتعمل لنفسك يعني، ودي اهم حاجه طبعا في كل المواقع اللي احنا هنقولها بعد كده، انك تعمل لنفسك بروفايل، انك تعمل لنفسك ملف شخصي كويس جدا، فتتكلم عن نفسك. ودلوقتي هاشير بعد شويه هاشير ايه الحاجات اللي ممكن تجتذب بها الطلاب، او ايه الحاجات المطلوبه منك في عمل البروفايل. على اي حال اللي انت هتعمله يا غالي انك انت تعدي على موقع زي ابورك وتعمل بروفايل بتاعك، تختار لك لنفسك صوره وتكتب انك انت مدرس وهكذا. وهتلاقي بقى ناس كانه بالظبط زي الفيسبوك، في ناس بتقول مثلا انا عاوز والله انا بدور على مدرس قرآن او مدرس عربي وهكذا.
فلو لقيت اي حد بيعرض أو عايز خدمه زي كده، بتعدي تحت اللي هو البوست اللي هو كاتبه ده، وتقول والله انا مدرس قران وانا خبرتي كذا وكذا وكذا، واقدر اديك اجازه او امكانياتي في اللغه العربيه كذا وهكذا. وبعد كده بيتواصل معاك وبيحجز معاك وبتدرس له. يبقى كده الطالب هيبقى بتاعك. نفس الكلام اللي هقوله على اب وورك، واللي انا برشحه بشده اب وورك، في موقع اسمه برضو فايفر تقريبا، يعني النطق بتاعه اتمنى ان هو يكون كده حاجه زي كلمه خمسات ولا حاجه زي كده. والموقع ده نفس الكلام، ممكن انك انت تعرض خدماتك عليه. والموقع ده هيتطلب انك انت تعمل فيديو علشان تتكلم عن نفسك، لان الموقع ده الناس بتعدي هي على البروفايل بتاعك وبتحاول ان هي تختار انا عايز مثلا حد يعلمني كذا او حد يدرس لي كذا، فانا بعدي بنفسي وبنقي وبشوف والله البروفايل بتاعه فيه كذا. وممكن تعمل باقات، يعني ممكن تعمل مثلا تقول انا الشهر عندي بدي مثلا لو هديك 5 دروس هديك بكذا، لكن لو هتحجز مثلا شهرين كاملين ممكن اديك بكذا وهكذا. وطبعا بيجي لك الطالب وبيقدم عندك وهكذا. وبعد كده مع الوقت يبقى عندك الطلاب الخاصين بتاعتك. قبل ما اعدي على السكشن رقم 3 اللي هو يعتبر بقى، لان احنا قلنا هنبدا من الاخر الاول، يعتبر رقم 1 واكتر حاجه ممكن تفيدك ان شاء الله. عاوز اتكلم بس عن تحضير البروفايل، اللي هو اهم حاجه في كل الحاجات اللي احنا قلناها واللي احنا هنقولها. يعني انت مش بس في فايفر وفي اب وورك محتاج انك انت تعمل بروفايل جذاب، لا ده انت حتى في المواقع اللي هقولها لك بعد شويه محتاج انك انت تحاول تعمل بروفايل يجذب الطالب ليك وتخليه ان هو يختارك ما بين المدرسين. وانت بتعمل بروفايل مطلوب منك 3 حاجات. رقم 1، ان طبعا رقم 1 دي اسهل حاجه، الحاجات اللي كلنا بنملاها مباشرة، مش محتاجة تفكير. مثلا تاريخ ميلادك، اسمك، أرقام التواصل بتاعتك، دي كل الناس بيكتبوها عادي جدا، ما فيش فيها إبداع، ما فيش فيها أي حاجة، بتكتبها على طول زي ما هي. وحاجة تانية محتاجة إلى حد ما إبداع، وهي إنك أنت تتكلم عن نفسك، تكتب كلام عن نفسك، تقول والله أنا بقالي فترة، بقالي مثلا 3 سنين بدرس قرآن، عندي قدرة إن أنا أديك إجازات وبفهم في النحو واللغة العربية، وعندي قدرة إن أنا أدرس إسلاميات. الكلام اللي أنت هتكتبه عن نفسك ده، والكلام ده محتاج إبداع شوية، وممكن طبعا تشات جي بي تي يساعدك فيه، أو أي موقع من مواقع الذكاء الصناعي، تكتب له أنت إمكانياتك وهو يصيغها لك بشكل جذاب وشكل كويس. الصور الشخصيه لازم تختار صوره شخصيه. الكلام ده يا اخوانا انا بقوله بسرعه، ممكن نعمل عنه لقاء لوحده، بس ده مهم جدا ويعتبر هو اهم حاجه. لان انت تخيل انت نفسك وانت بتدور على مدرس او اي حد يعمل لك اي خدمه، الحاجات دي عينك بتلقطها حتى لو انت مش واخد بالك، وبتحدد اختيارك للمدرس حتى لو انت مش واخد بالك. فممكن تختار مدرس بس لانه حاطط صوره شخصيه بس احترافيه، يعني تحس ان هو كده وقفته كويسه، مش صوره بهتانه، مش صوره هو مكشر فيها مش عارف ايه، صوره جذابه ليه. فالحاجات دي مهمه طبعا. وفي مواقع لو انت عايز تعمل صوره كويسه وكده، في مواقع بتعمل ده، والذكاء الصناعي بقى بيوفر ده برضه بسهوله جدا من غير ما تتعب. وكذلك موقع كانفا في بعض الامكانيات. حاول تاخد صوره بتليفون كويس او بكاميرا كويسه، وتعمل لها شويه تعديلات لو محتاجه تعديلات، وتحطها على الموقع. ده الحاجه رقم 2 اللي هي بتحتاج ابداع الى حد ما. تعال بقى الحاجه رقم 3، ودي اللي بعض المواقع بتتطلبها ومحتاجه فعلا مجهود من حضرتك، وهي انك تعمل فيديو تعريفي عن نفسك. انا عارف ان اغلب الناس ممكن يخاف يتكلم قصاد الكاميرا شويه، او حتى ما يعرفش يقول ايه، ما يعرفش يرتب كلامه، لا سيما ان الفيديو ده المفترض ان هو يتعمل باللغه الانجليزيه. المفترض انت هتقف وتقول how are you I've been teaching Arabic for 5 years، وتبدا تتكلم عن نفسك وتقول امكانياتك كمدرس لغه عربيه، او مدرس قران او مدرس اسلاميات او whatever الحاجه اللي انت هتدرسها. فده محتاج فعلا شويه ابداع، محتاج انك انت تعرف يعني ايه مونتاج، او حتى على الاقل انك انت تجهز. خلي تشات جي بي تي طبعا، حتى لو انت هتكتب له بالعربي انت درست ايه واخدت ايه وقرات ايه وايه امكانياتك وهكذا، وتكتب له باللغه العربيه. وممكن تسال تشات جي بي تي تقول له انا يعني ايه الامكانيات او ايه الحاجات اللي ممكن اقولها للناس علشان الناس تختارني كمدرس، ويبدا يقترح عليك حاجات، ويقترح عليك سيناريو معين ممكن تقوله في الفيديو. او حتى ممكن تشاهد بعض الفيديوهات في نفس الحته اللي انت، انا مثلا مدرس في ايتاكي، فهجيب مثلا ادخل على ايتاكي وشوف 20 30 فيديو بتاعت مدرسين عربي ومدرسين انجليزي، شوفهم بيقولوا ايه، واكتب اهم النقاط اللي ممكن تكون جذابه بالنسبه لك، وحطها في الفيديو بتاعك او في السكريبت بتاع الفيديو بتاعك. خلي تشات جي بي تي يكتب لك سكريبت جذاب بناء على المدخلات اللي انت هتدخلها له، انا خبرتي كذا وانا بعرف اعمل كذا وهكذا يعني.
وحاول بقى تقعد تتدرب على الكلام ده لمده اسبوع. تمسك الكلام السكريبت المكتوب ده، كل يوم تصلي الظهر تقراه مرتين، تصلي العصر تقراه 3 مرات، تصلي المغرب تقراه مرتين، تفضل تقراه كل يوم 5 6 7 8 مرات في اوقات مختلفه لمده اسبوع او اسبوعين. هتلاقي عندك بعد كده قدره انك تقف قصاد الكاميرا وتقول الكلام ده بسهوله جدا من غير ما تتلخبط كتير، وتعرف تاخد الفيديو كده زي ما هو وتروح حاطه مباشره على الموقع. او لو انت عندك قدره بقى انك تعدي على برنامج من برامج الايديتنج، وفي برامج سهله، يعني في برامج سهله جدا، انصح جدا جدا بالبرنامج اللي انا نفسي بحب هو تقريبا ما بستخدمش غيره الا قليلا، اسمه VLLO. ده موجود على الاندرويد، موجود على الماك، موجود على الاي او اس. والبرنامج سهل جدا في استخدامه، بس حتى لو انت هتقطع الغلطات بتاعتك وتعمل زوم ان وزوم اوت والحاجات دي، هيفيدك جدا جدا. القطعة دي لو عندك فيها سؤال ازاي اعمل نفسي بروفايل وعايز ان انا اعمل لك فيديو ان شاء الله خاص عليها، باذن الله ممكن نعمل حاجه ونتكلم بتوسع اكتر وهكذا. تعال بقى للسكشن رقم 1، او اكتر حاجه ممكن تكون ان شاء الله سبب لانك انت تلاقي وظيفه في المجال اللي انت عايز تدرسه. هقولك على 7 مواقع، اي موقع منهم عدي يا عم. هقولك في الاخر ان شاء الله، زي ما قلت لك في الاخر ان شاء الله، هقولك تعمل ايه او تختار ايه من كل اللي انا هقوله ده، وايه اكتر حاجه ممكن تكون مناسبه لحضرتك. ولكن خلينا نقول بعضهم كده سريعا. اول موقع انا وصيت بيه قبل كده، وحد برضو من زمايلي قدر ان هو يجيب اكتر من طالب من خلال الموقع ده. والموقع ده فيه تريكايه كده هقولك عليها بعد شويه، اسمه Teacher On. الموقع ده اي حد يعني هو تقدر تعتبره، يعني طبعا ممكن يتعدى عليه بس وتعمل بروفايل كويس، والطالب لو شاف البروفايل بتاعك واقتنع بيه هو لوحده هيبعت لك نفس الفكره اللي قلناها قبل كده بقى في اب وورك والحاجات دي. ولكن برضو في طريقه تانية ممكن تحتاج انك تدفع فيها فلوس، ولو انت مستعجل الطريقه دي هتاثر عليك الطريق. يعني ما تقلقش، حتى لو انت هتدفع مثلا $10 لغايه 50 حتى دولار، اللي هم ممكن يعادلوا 2000 وشويه دلوقتي، بس اول طالب هيجي لك هتعوض الكلام ده. يعني لو انت جبت طالب واحد بس واتفقت على مجموعه مثلا 3 ايام في الاسبوع كل يوم نص ساعه، هتجيب المبلغ ده ان شاء الله. وبعد ما يكون عندك 3 او 4 او 5 طلاب مش هتحتاج اصلا انك تدفع فلوس بعد كده، لان كل طالب منهم هيرشحك ان شاء الله، لو انت بتدرس كويس هيرشحك للطلاب التانيين، فيكون بعد فتره عندك جدولك مليان. طيب ايه الحاجه او امتى بحتاج ان انا ادفع فلوس في تيشر اون؟ ببساطه بعض الطلاب هم اللي بيكونوا بيدوروا على مدرسين، فالطالب بيدخل يقول والله انا عاوز، او واحد ولي امر بيقول انا عاوز مدرس قرآن لابني، انا عاوز مدرس اسلاميات، عايز حد يعلم ابني السيره النبويه وهكذا. في الحاله دي ما ينفعش تعلق وتقول له انا والله ممكن ادرس، ما تقدرش تراسل ولي الامر، ما تقدرش تبعت له رساله في الموقع ده الا لو شحن وبتتخصم منك نقط مع كل رساله بتبعتها وهكذا. والله لو انت مستعجل انصحك بشده تعمل ده، اشحن ب$10 ب$40 وابدا راسل اي حد عاوز اولاده، عايز درس لاولاده، وان شاء الله ربنا يكرمك وتلاقي باذن الله يعني تلاقي طلاب عندك 3 4 طلاب في شهرين 3 تلمهم 5 طلاب، وبعد كده ان شاء الله مش هتحتاج لانك انت تعمل الكلام ده تاني. فالموقع طبعا ارشحه لك بشده، يمكن اكتر موقع في دول ارشحه. الموقع الثاني اسمه سوبر بروف. الموقع ده شبيه شويه بموقع ايتاكي، ولكن طبعا خلي بالك الفرق بين كل المواقع اللي انا رشحتها لك دي وبين ايتاكي، ان ايتاكي والمواقع اللي شبهه دي مواقع توظيف. يعني انت لو دخلت واشتغلت فيه ممكن بعد فتره بيقفلوا الوظيفه دي، انا خلاص والله عندي مدرسين انجليزي كفايه، عندي مدرسين عربي كفايه، مش محتاج حد يدرس عندي، فبتلاقي غالبا الوظيفه اللي انت بتقدم عليها مقفوله. كل المواقع اللي انا رشحتها لك النهارده يعني المواقع او الوظائف فيها مفتوحه، ممكن مجرد ما بتقدم وبتملى البروفايل بتاعك بتحط اسمك على الموقع وممكن تدرس عادي. تمام. طيب الموقع ده اللي هو بتاع سوبر بروف، موقع هو يعني موقع لتعليم اي حاجه مش بس التدريس. لو واحد عايز يتعلم مونتاج، لو واحد عايز يتعلم يعمل فوتوشوب، لو حد عاوز يتعلم اي شيء من الحاجات حتى لو صنعه. تمام. وفي الموقع ده فيه ميزه برضو حلوه، وهي ان انت ممكن تختار ما بين مدرس اونلاين وان بيرسون. اونلاين يعني انك انت طالب من امريكا هيبعت لك فهتقول له خلاص وهتتفقوا على ميعاد وتدرس له، وان بيرسون يعني ممكن واحد يكون في البلد اللي انت فيها، لو انت عايش في دول الخليج، لو انت عايش في امريكا او في فرنسا، ممكن تقول انا عايش في الحته الفلانيه
وعندي قدرة ان انا اقبل دروس في الاماكن الفلانية حتى لو في مصر. ممكن حد مصري يدخل يكون عايز مدرس في المحافظة اللي انت فيها وتروح تدرس له. لكن طبعا انا عارف ان ده ممكن ما يكونش اغلب الناس اللي داخلين يتفرجوا على الفيديو هو عايز تدريس اونلاين من مكانه. فهتلاقي الموضوع ده اعمل بروفايل كويس بالمعايير اللي انا قلتها لك من شوية، وان شاء الله عز وجل بعد فترة تلاقي طالب تواصل معاك او بعض الطلاب تواصلوا معاك وطلبوا انك انت تدرس لهم. كده انت عرفت الفكرة. كده انت عرفت الفكره ان شاء الله. كل المواقع اللي احنا بنقولها، عشان بس هقول لك بعد كده المواقع التانية بسرعه من غير كلام كتير. المواقع اللي انت بتقدم فيها انت بتعمل لنفسك بروفايل، واما ان الطلاب يبعتوا لك بناء على البروفايل اللي انت حاطه. انا بكتب والله انا محتاج مدرس عربي، فبيجي لي بقى اسماء كل المدرسين بتوع العربي اللي في المنصه. والله بتفرج على الفيديوهات او لو هي صور شخصيه او بقرا اللي هم كاتبينه عن نفسهم، وبناء عليه بختار انا المدرس اللي انا عايزه. والطريقه الثانيه ان طالب بيكتب على نفس الموقع والله انا محتاج مدرس يدرس لي انجليزي، محتاج مدرس يدرس لي رياضيات، محتاج مدرس يدرس لي عربي او قران، وانت بتدخل تقول والله انا اقدر ادرس لك وانا امكانياتي كذا وهكذا، وبتعرض له بعض الحاجات عن شغلك وبتجذبه وبتكلمه لغايه ما يحجز معاك وهكذا. بعض المواقع كده سريعا، موقع اسمه ماي برايفت تورر. الموقع ده نفس تيتشر اون، وفي برضه موقع شبههم تاني اسمه ليرن بيك. الموقعين دول او الثلاث مواقع دول كلهم زي بعض، اللي هو تيتشر اون وماي برايفت تورر وليرن بيك. الثلاثه دول زي بعض، نفس الفكره، نفس طريقه التقديم، نفس كل حاجه. نظام النقاط اللي احنا قلنا عليه وهكذا هو النظام ده موجود فيهم كلهم. عندنا برضو موقع اسمه find a tutor، والموقع ده شبيه شويه اظن بالموقع اللي هو ماي سوبر بروف او حاجه اللي احنا قلنا من شويه ده. والموقع ده نفس الكلام زي ما احنا قلنا، مش هنفضل انا ممكن اقعد اشرح فيهم واحد واحد واضيع وقتك، هم كلهم فكرتهم واحده. لو عرفت تقدم في واحد هتعرف تقدم في الباقي. طيب احنا كده قلنا 3 سكاشن، وفي النهايه بقى الكلمه الاخيره، ازاي الاقي بسرعه جدا طالب، وانه واحد من كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دول انه واحد افضل ليا. طبعا ازاي الاقي بسرعه؟ انك انت ما تتكاسلش في الخطوه رقم 1، انك انت تعمل بروفايل كويس جدا ليك. كل ما البروفايل بتاعك كان جذاب، طول ما انت ان شاء الله هتلاقي طلاب بشكل مباشر، وان شاء الله الموضوع مش هيطول معاك اكتر باذن الله عز وجل. لو انت هتختار السكشن رقم 3 اللي هو البحث، انك تدخل على الجروبات وتدخل على مواقع التواصل الاجتماعي وتقول انا مدرس وهكذا، ده بيتطلب منك صبر، ويطلب منك انك انت ما تزهقش، وانك انت تكون من النوع اللي بيعرف يدور كويس وهكذا علشان توصل. ولو انت عندك يعني لو انت عندك الميزه دي، فصدقني دي ميزه كبيره جدا جدا جدا، وهتفتح لك باب ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله عز وجل، باب رزق واسع جدا جدا. طيب اختار ايه بقى من المواقع؟ لو انا عايز مواقع، فانا نصيحتي انا انك انت لو اخترت موقع، تعال مثلا نقول انا اخترت مثلا سوبر بروف او اخترت تيتشر اون. لو انا حضرت البروفايل بتاعي في مواقع شبهه اصلا، فانت اختارهم، يعني كده كده انت حضرت البروفايل، فدخله في كل المواقع دي. تمام؟ فلو موقع ليه اشباه، عدي البروفايل بتاعك في كلها. تمام؟ ولو انت عندك وقت، انا رأيي اختار كل المواقع دي ودخل فيها البروفايل بتاعك علشان الموضوع يبقى اسرع شوية. طب مفيش عندي وقت، اعمل ايه؟ ببساطة جدا انا انصح ب موقعين. وسبب النصيحة ان انا زي ما قلت لك، في ناس انا كنت بدأت اجرب واحد وشفت بنفسي ناس بتطلب فيه مدرسين قرآن، هو موقع ابورك. والموقع الثاني تيتشر اون، وده مناسب جدا جدا طبعا انا بقول كل اللي انا قلتهم دول ممكن تكون تدرس حاجات غير الاسلاميات وغير القران، ممكن تدرس رياضيات وكده. لكن تيتشر اون مناسب اكتر بكتير لمدرسين الاسلاميات والقران واللغه العربيه، ودول جمهور القناه عندي. يعني اكيد لو حضرتك جيت شفت الفيديو فانت جاي علشان كده. لكن على اي حال كتدريس عموما كل المواقع اللي احنا قلناها دي تنفع. كتدريس قرآن اختار تيشر اون او اختار ابورك، وان شاء الله باذن الله يمشي معاك كويس. ولو عندك وقت قدم في كله يا باشا. تمام كده؟ هل احنا كده خلصنا؟ ولكن في تنبيهات مهمة لو سمحت اتمنى انك انت ما تتجاوزهاش. الحاجة الاولى ان اي موقع من المواقع دي بيكون ليه شروط. لازم تعرف شروط كل موقع وتكون امين. يعني مثلا في بعض المواقع بتاخد عمولة، انت عندك مثلا موقع ابورك بياخد عمولة من 10 ل 20%. فلو انت لقيت طالب على موقع ابورك، ادي الموقع حقه. ما تبقاش يعني ممكن تقول مثلا
هقابل يعني تعالى بقى ادرس لك بره الموقع، مفيش مشاكل لو الموقع بيسمح بده. لو الموقع ما بيسمحش يا ريت نلتزم الامانه علشان ربنا يبارك لك. النصيحه الثانيه، يا ريت تعرض اسعار منافسه في البدايه. لو انت جدولك فاضي ومش شغال، ما تقولش بقى انا عايز $20 في الساعه و$30 في الساعه والكلام ده. اصلا حتى الاسعار دي مش موجوده حتى للمدرسين المحترفين. بالنسبه للغه العربيه السعر بتاعها الرينج بتاعه يا اخوانا ما بيوصلش لمرحله 20 و30 و40. ده ممكن يبقى في الانجليزي لو حد بيدرس انجليزي، لكن في اللغه العربيه والقران يعني ابدا. انا نصيحتي انا ابدا يا عم $4 $5، وبعد كده لما تلاقي الجدول بتاعك اتملى زود مع الوقت، خلينا 8 لغايه ما نوصل ل $10 مش مشكله. ولكن في بدايتك وانت بتبدا عايز املى الجدول بتاعي، انت هدفك دلوقتي تنتشر. انت هدفك دلوقتي لما حد يقول لصاحبه انا عندي مدرس والله وكويس جدا والبنت مبسوطه منه، ويقول له هات لي تليفونه، ما يكونش اقول له طب هو بيكلف كام، ما يلاقيش ان السعر يعني حاجز كبير ان هو ما يطلبكش او ان هو ما يتواصلش معاك. رقم 3 او النصيحه رقم 3، بعض المواقع زي اب وورك ومواقع العمل اللي هي بتاعت الفريلانسنج، انت ممكن تكون محتاج وقت جواها شويه علشان تاخد تقييمات كويسه. فلان انت لو جيت عرضت على طالب ممكن يبص على البروفايل بتاعك ما يلاقيش حد ادالك تقييم. ففي الاول الموضوع بيبقى صعب. بعد كده لما تدي لطالب واثنين وثلاثه وتفكرهم وتقول له ما تنساش انك انت، وبالمناسبه بقى ما تنساش انك انت تعمل لايك تحت. بس اطلب من الطالب او من ولي الامر او الراجل اللي هو تواصل معاك، قول له لو الموضوع عجبك كده يا ريت تعمل لي تقييم لان الكلام ده بيساعدني في شغلي وهكذا. النصيحه اللي بعد كده، ما تخافش من المنافسه. اي موقع هتدخله من دول هتلاقي فيه مدرسين. اي وظيفه هتقدم لها في الدنيا هتلاقي في ناس راحوا وتقدموا لها زيك. اي شغلانه هتروحها مش هتلاقي، مفيش مكان هتلاقيه فاضي. ما تقولش انا امكانياتي قليله، لان ربنا سبحانه وتعالى بيرزق الكل، بيرزق الجميع. وزي ما قلت لك لو اللغه الانجليزيه عندك قليله شويه، فحاول انك انت تشتغل على امكانياتك. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك ممكن تشتغل فتره مجانا للناس المسلمين الجدد وهكذا علشان تنمي مهاراتك اكتر في الانجليزي. اخر نصيحة أقولها لك قبل ما نمشي إن شاء الله، وهي حاول تكون إنسان مفيد. يعني بمعنى طالب جاء عندي وطلب إن أنا أدرس له، أحاول أبذل مجهود كبير في الحصة لسببين. الأول بلا شك إن أنت راجل مدرس قرآن لازم تدي إيمج كويس وسمعة كويسة لمدرسين القرآن، ودي أمانة ربنا سبحانه وتعالى اختارك انك تكون مدرس قرآن، مدرس لغة عربية، مدرس اسلاميات. دي نعمة كبيرة جدا من عند ربنا. ابذل مجهود وحاول من جواك تخلص لله، ان انا بعمل كده لله، بعمل كده كدعوة، بعمل كده علشان اعلم الناس كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ده رقم واحد. رقم اتنين، المجهود اللي انت هتبذله اكيد بعد فتره هيعمل لك سمعه وهيجيب لك ان شاء الله طلاب اكتر. لو وصلت لهنا شير لايك سبسكرايب، ولو عندك اي سؤال اكتبه تحت ان شاء الله هجاوب عليك. واخيرا ما تنساش الدعاء لاخواتنا في فلسطين، اخواتنا المستضعفين في كل مكان، ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنهم ويكونوا في اتم عافيه في اقرب وقت. والسلام عليكم.